منطقة حلوة جدا، منظر حلو وطبيعة جميلة، وتكون رحلة ممتعة وهنية. تحجوا لعمو احنا موجودين في منطقة اسمها الفطيحة. الفطيحة بالعبراني اسمها بيت السايدة، مأخوذة عن يعني دار الصيد أو منطقة الصيد. هاي المنطقة منطقة جملة، منطقة جملة اللي هي تابعة لحضرة الجولان. إذا بنطلع ورانا للغرب عندنا بحيرة طبرية، وحول بحيرة طبرية هي منطقة الفطيحة. كلها هاي المنطقة المستوية فيها ينابيع مي وفيها شلالات وفيها منطقتين سياحيتين حلوات جدا، اللي هي منطقة مصب الزاكي ومصب المجرسي. اللي اولاد المدرسة بروحوا المدارس بوقتهم على المجرسة بيمشوا في مي جارية، الاولاد بيمشوا مي جارية، هاي اسمها المجرسة. هسه الحدود السورية قبل 67 كانت توصل بحيرة طبرية. حسب تعريف الحدود بالأمم المتحدة بين سوريا وبين إسرائيل، كان لازم السوري مي إجريه يوصلن المي، يفوتن بالمي. يعني إذا تراجعت شط طبرية تراجع إلى الداخل، الحدود بدهم ينحكم، وإذا حدود طبرية أو مياه طبرية تأخرت إلى الخلف إلى الشرق، برضو الحدود بدهن يتحركن حسب المي. في المنطقة اللي احنا فيها بقى في قرية سورية هون اسمها المحجار. قرية اسمها المحجار، كان عدد سكانها لما تهجروا في ال 67 كان عدد سكانها 1200 نسمة. البلد هاي كانت بلد غنية لأنها كانت تعتمد على الصيد، تصيد الأسماك من بحيرة طبرية وتصدرها إلى الشام، إلى دمشق وكل مدن الشام، ولذلك كانوا عايشين برغد وعايشين بدخل جيد. في هنا 3-4 بلاد منتشرة، شمال المحجار، جنوب المحجار، وغرب المحجار. يعني هاي كان منطقة مأهولة بالسكان وكلاتهم تهجروا، ما ظلش منها نهائيا ولا شخص وآثار، بس تطلعوا الأشجار السود اللي كوام موجودة. في البلد اليهودية اللي موجودة ورانا اسمها بعليه جملة. هاي تأسست سنة 1975، واللي أمر بتأسيسها إسحاق رابين كجواب لقرار الأمم المتحدة كان قبلها بأسبوع إنه الحركة الصهيونية هي حركة إرهابية. كجواب لهذا القرار أمر بتأسيس عدة قرى استيطانية في الجولان، من جملتها بعليه جملة اللي موجودة ورانا. هاي الرؤية لما تكون صافية بتبين من عندنا بحيرة طبرية كاملة من هون، المنطقة الشمالية منها، واللي ورانا برضه بين عندنا جبل السعادة اللي هو جبل مقدس عند المسيحية، لأنه فيها في كنيسة الطابخة أو الطابغة. وكنيسة الطابغة في لها سر إنه سمكة واحدة أشبعت عدد كبير من الضيوف المسيحية، ولذلك في لها معجزة وبسموها كنيسة الطابغة أو الطابغة. نتمنى لكم سعيد. المناطق حلوة جدا، احنا بعز الربيع، الازهار كلها النباتات مزهرة. اكثر الازهار هنا الصفراء هي الخردل، وفي عندنا الكنديل، وفي عندنا برضه الخرفيش او السناري مزهرة في هاي الفترة، سنابل الثعلب كمان والسبيلة. منطقة حلوة جدا، منظر حلو وطبيعة جميلة، وتمنى لكم رحلة ممتعة وهنية. تحجوا له لعمو.